وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ ۚ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طاهرا طيبا مباركا فيه، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شاء ربنا من شيء بعد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على شيء قدير. وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله وصفي الله وخليله، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة فكشف الله به الغمة، وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. فاللهم اجزه عنا خير ما جزيت نبيا عن أمته ورسولا عن دعوته ورسالته، وصل اللهم وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فحياكم الله جميعا أيها الإخوة الفضلاء والأعزاء، وأيتها الأخوات الفاضلات، وطبتم وطاب سعيكم وممشاكم وتبوأتم جميعا من الجنة منزلا. وأسأل الله الحليم الكريم جل وعلا الذي جمعني بحضراتكم في هذه الساعة المباركة على شاشة قناتكم المباركة على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة وإمام النبيين في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك ومولاه. أحبتي في الله، تلبية لرغبة الكثيرين من أحبابنا وإخواننا، فاسمحوا لي أن أقضي مع حضراتكم هذه الساعة في هذه الليلة الكريمة المباركة لأنقل لحضراتكم بعض ما اختلج مشاعري واعتمل مشاعري في رحلتي المباركة لدولة الجزائر الحبيبة. في الحقيقة يعني يقولون بأنني قد أجد من الكلمات ما أستطيع أن أعبر به عما أريد، ولكنني لأول مرة أشعر بأنني لا أجد من الكلمات ما أستطيع أن أعبر به عما لقيت من حب وتقدير وإجلال وحفاوة بالغة من شعب الجزائر، من شعب الجزائر المجاهد المناضل، من هذا الشعب الذي قدم للأمة معنى حقيقيا للشهادة في سبيل الله، من أجل المحافظة على الهوية، ومن أجل المحافظة على مكانته وعروبته وإسلامه. هذا الشعب الأبي الذي رأيت فيه إجلالا منقطع النظير بكل ما تحمله الكلمات من معنى، هذا الشعب الأبي الذي وجدت فيه إجلالا منقطع النظير للعلم والعلماء. بدأت هذه الحفاوة في الحقيقة من أول لحظة وصلت فيها مع إخواني وفد قناة الرحمة المباركة، وصلت فيها إلى دولة الجزائر. وأنا أود بداية أن أرد على سؤال طرح علي كثيرا من الصحفيين في كل الأماكن التي تنقلت إليها تقريبا، ألا وهو: لماذا تأخرت زيارتك إلى دولة الجزائر؟ وكان الجواب واضحا جدا. قلت: هذه أول مرة تصلني دعوة من الجزائر، فتركت كل ارتباطاتي الدعوية في القناة بل وفي غيرها هنا في مصرنا الحبيبة، ولبيت الدعوة على الفور. والدعوة
جاءت من هذه الجمعية المباركة، من جمعية الفرقان لتعليم القرآن الكريم. هذه الجمعية في هذه الولاية التي سأقف معها الآن وقفة هادئة كهدوئها. هذه الجمعية في ولاية أم البواقي، في ولاية أم البواقي، وهي ولاية سأقف معها الآن وقفة مختصرة إن شاء الله تعالى لأعطيها شيئا من حقها. الشاهد أن الجمعية، جمعية الفرقان لتعليم القرآن في ولاية أم البواقي، هي صاحبة الدعوة، وهي الحقيقة لها السبق في هذا، وأشكر لها شكرا جزيلا على هذه الدعوة الكريمة المباركة التي كانت سببا في التقائي ولقائي بشعب الجزائر الكريم المحب الحفي الودود القوي، القوي في مصافحته، القوي في تقبيله، القوي في معانقته، القوي في حبه وعاطفته. يعني شعب أخذ الدين بالفعل بقوة، كما قال الله عز وجل ليحيى على نبينا عليه الصلاة والسلام: يا يحيى خذ الكتاب بقوة. أرى كل شيء في شعب الجزائر يأخذونه بقوة، بحمية، بحب، بغيرة لهذا الدين. الشاهد أيها الأفاضل، أشكر لجمعية الفرقان، فهي البداية، هي التي أرسلت لي الدعوة وهيأت لي الزيارة وأرسلت لي التذاكر والدعوة الرسمية كذلك، وهم الذين استقبلونا مع بعض إخواننا في جمعية علماء المسلمين جزاهم الله خيرا في الجزائر العاصمة. منذ أول لحظة الحقيقة وصلت فيها إلى مطار الجزائر في العاصمة وجدت حفاوة غريبة، ووجدت استقبالا عجيبا، مع أنني تحركت لجل دول العالم تقريبا. رأيت حفاوة ملفتة وحبا شديدا جدا. ما كنت أتصور أبدا أن يعني قناة الرحمة بفضل الله تبارك وتعالى لها هذا التواجد الكبير في الجزائر، ولا أكون مبالغا أبدا إن قلت ربما لا يوجد بيت في الجزائر بكل ولايتها إلا ودخلته بفضل الله تبارك وتعالى قناة الرحمة مع أخواتها من القنوات الفضائية الهادفة الهادئة النافعة بإذن الله تعالى. وجدت استقبالا عجيبا جدا كله حب وكله تقدير في الجزائر العاصمة. ثم انتقلت مباشرة من الجزائر مطار الجزائر إلى مدينة أخرى أو ولاية أخرى، وسأقف معها وقفة ثانية، ألا وهي ولاية قسطنطينة، ولاية قسطنطينة، وسأقف معها أيضا وقفة ثانية بعد وقفتنا مع أم البواقي إن شاء الله تعالى. وكانت هذه الرحلة بالطائرة، ثم انتقلت من ولاية قسطنطينة من مطارها بالسيارة إلى ولاية أم البواقي، حيث الملتقى القرآني الكريم في جمعية الفرقان لتعليم القرآن الكريم بولاية أم البواقي، والتي كانت صاحبة الدعوة لهذه الزيارة المباركة. وصلنا إلى أم البواقي، هذه الولاية الهادئة المتواضعة الفتية، يعني هي ولاية متواضعة في فتوة، لأني أرى العنصر الشبابي يغلب على هذه الولاية، ولا شك ولا ريب أن الشباب قوة جبارة، وأن الشباب طاقة هائلة، وأن الشمس لا تملأ النهار في آخره كما تملأ النهار في وسطه وأوله. إن الشمس لا تملأ النهار في آخره كما تملأ الشمس النهار في وسطه وأوله. هذه مرحلة الفتوة، مرحلة الشباب. حقيقة أشكر شكرا جزيلا وشكرا كبيرا لوالي ولاية أم البواقي، ذلكم الشاب الكريم الذي استقبلنا بفرح غريب وبحفاوة شديدة جدا وبكرم بالغ